من قلب المغرب انطلقت قصة ملهمة للاعبة استثنائية، وفي السعودية ستخطو خطواتها الأخيرة بحثاً عن مجد بطعم جديد. غزلان الشباك، اللاعبة العربية الأشهر حالياً، انضمت للهلال هذا الصيف في عمر 35 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات المحلية والقارية مع نادي الجيش الملكي، حيث قادته لسنوات طويلة من الهيمنة بتحقيق 10 ألقاب دوري و10 كؤوس للعرش، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا. اتخذت غزلان خطوة جريئة نحو العالمية. كان والدها النجم السابق للمنتخب المغربي العربي الشباك هو الملهم الأول لها، حيث شجعها على تحدي الأعراف الاجتماعية التي كانت تحصر كرة القدم على الرجال. وبفضل موهبتها وإصرارها أصبحت غزلان قائدة المنتخب المغربي، وقادته إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق بتأهله لأول مرة إلى كأس العالم للسيدات 2023، حيث وصل المغرب إلى دور 16. وبعد تجربة احترافية قصيرة في مصر ثم في إسبانيا مع ليفانتي لاس بلاناس، حطت غزلان رحالها هذا الصيف في المملكة العربية السعودية لتكتب فصلا جديدا من المجد بقميص نادي الهلال، ومع سجلها الحافل بالجوائز الفردية بما في ذلك لقب هدافة الدوري المغربي 5 مرات وجائزة الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية مرتين. تتطلع غزلان لتواصل تألقها وتكون أيقونة جديدة للكرة النسائية في المنطقة العربية. فما الإنجاز الذي ستحققه في السعودية لتختتم تلك المسيرة الذهبية؟